السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعطي وممنوع من العرض. إيه الفيلم الجديد ده بقى؟ إيه جنس ناعم ده؟ حد سمع عن الفيلم ده؟ أنا أقسم بالله أول مرة أسمع عنه. وعلى فكرة في مجموعة أفلام ماجدة الصباحي اللي ممثلة عملت مجموعة أفلام كتيرة جدا 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 وكلها مستخبية. ده من ضمن الحاجات اللي مستخبية اللي عرفنا نطلعها. جنس ناعم هي باين في الفيلم ده بقى كانت ايه زي ما يكون ايه بالظبط كده اللي كبرت وحاسه انها خلاص بقت في عزله والناس مش مطلوبه فعايزه تتباس. والله العظيم هتبصوا شوفوا الفيلم هتعرفوا. هي كانت عايزه تتباس شويه وتتحضن وبتاع وكلام من ده يعني. المهم لان الفيلم اساسا انا مش فاهم له قصه ولا هحكي لكم قصه. ثلاث رجاله ماشيين بيتغمزوا على الستات الكبار ويحاولوا يتجوزوهم عشان فلوسهم. وطبعا البنتين دول اخوات تبع تبع ماجدة الصباحي، وبتقول لهم دايما تعمل فيها محترمه 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 لغايه لما يجي سمير صبري يلعب مع بنت مع حياة قنديل، وفي نفس الوقت هيحب مين؟ ماجدة الصباحي. فحياة قنديل بقى هتقول يا نهار ابيض، هي فجرت مننا وبتقول لنا بلاش، وهي بتعمل وهي بترقص وهي بتقعد معاها. طب والله العظيم احنا مش هنسمع كلامها تاني. هي دي حكايه الفيلم والله. يعني مش عارف لغايه لما بعد كده هيقول لها ميعاد الفرح امتى، هيعملوا فرح فعلا وخطوبه، واقول لها الخطوبه يوم كذا انا هاجي. تخيلوا بقى ان ايه العريس ما يجيش، هتروح على البيت تقول له اصل ده كان هو ميعاد، هيجي بكره. ولما جه بكره نهايه غريبه كده قافلها المخرج مع مش عارف بصراحه المخرج ايه القفله البي دي بتبي قوي والله، بتبي جدا يعني. ملهاش اي بقعه في الاعراب. وبعدين ايه حبه مع حياة قنديل. حياة قنديل دي اللي احنا على فكره الشعب المصري كله يعرف ان حياة قنديل دي يعني ايه البراءه والجمال والطاعه وحط. لا ده طلعت العري والتعاوي بطريقه وحشه جدا جدا. يعني هنا لابسه المايوهات وبتاع وهذا يابوس. شفناها في فيلم تاني برضه مش عارف جايبينها في فيلمين قبل كده قدام نوشي باي، كانت قلعه ملط برضه وحاطه البطانيه وحاطه الملايه على صدرها. يعني مش هي دي خالص 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 يعني. وادي شوفوا بس شوفوا كمية بقى رقص بقى، وشوفوا اسمها ايه حماده. يعني مش ممكن قصص غريبه كده مع الناس يعني غيروا فكرنا عنهم خالص. الواحد كان بيقاسم صوره حلوه المجد الصباحي ده باظت. اتاري على قد برضه الراجل بتاع المخابرات ده ولا الناس بتاعت الامن دول اللي شالوا الافلام. انا متاكد هم اللي كانوا جهاز الامن مش عارف مش عايزين يعترفوا ليه. مثلا يقولوا ايه قام السيد فلان الفلاني مثلا مش ايه ايام نصر النجومي عمل كذا 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 كذا، وهو اللي حط الافلام ديت وقفل عليها مثلا يعني، وقال ايه وضع المفتاح وسوق الصندوق يا محمد، لكن مفتاحه معايا. هيضحكوا علينا واحنا شعب اهبل وهنصدقهم. وده اذا يعني اذا تطوعوا وتوسعوا ايه وحد يقول لنا الحقيقه. ما حدش هيقول لنا الحقيقه خالص اقسم بالله، ولا يقول لنا حقيقه الافلام دي فين. الافلام اللي فجاه ظهرت في كل حته في كل انحاء مصر، ايه ده، في كل القنوات مره واحده يعني. مش الممثل واحد، لا دي الممثلين كلهم. ايه ده كده ممكن لسه عايشين معانا. لما اقعد اتفرج عرض اول للفنان اسماعيل ياسين، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وبعد كده ابص عرض اول حسن فايق، يا راجل معقوله. تعالى خد بقى الاسوأ والادل بقى اللي هم ايه محوا ناس خالص، قطعوا ناس بجدورهم. اقسم بالله كان في واحد اسمه ايه حسن علام واحمد علام وسامي مش عارف ايه سامي علام، عاملين فيلم كده اسمه حقيقة انا منزله عندي على القناه. الراجل ده ماسح تاريخ اللي خلفوه بكل افلامه كلها تيك شالوه.